السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم أصدقائي الصف التاسع؟ اليوم سوف نبدأ بالوحدة الثانية في الهندسة يلي هي وحدة مبرهنة النسب الثلاث، وفيها درس التشابه آخر الوحدة. الحالات التي نجد فيها هي مبرهنة النسب الثلاث. أولا، شو هي مبرهنة النسب الثلاث؟ هذه المبرهنة كانت تسمى سابقا، أنا على أيامي كانت تسمى مبرهنة الثالث. هلا صار يسموها بس مبرهنة النسب الثلاث، يعني أكثر شي دارجة. تطبق في المثلث أو المثلثين اللذان يحويان مستقيمين متوازيين ويشتركان في نقطة. عندي هلأ أنا الحالات التي ممكن إجت فيها هي المبرهنة. عندي مثلا هلأ هون المثلثين هدول، هذا المثلث MAN والمثلث الأكبر منه BAC، هن عبارة عن مثلثين تطبق فيهما النسب الثلاث. لماذا؟ لأنهم أول شيء مشتركين بهذا الرأس A. ثانيا فيهم مستقيمين متوازيين. عند ذلك سنجد أن أطوال أضلاع هذا المثلث الصغير والمثلث الكبير MAN هو الصغير والBAC هو المثلث الكبير في تناسب بين أضلاعهما. الحالة الثانية اللي ممكن تكون على الشكل الآتي، ممكن تكون هيك مستقيمين متوازيين، مستقيم الثاني داخل المثلث الكبير، أو ممكن تكون مثلثين فيهما مستقيمين متوازيين ويشتركان مثل ما قلنا برأس واحد. طيب، معناتها في حال وجود هذا التوازي بين الأضلاع في المثلثين نحصل على تناسب بين أضلاع هدول المثلثين. طيب، بدي أعرف أنا شلون بدي أكتب هدول الأضلاع المتناسبة. عم يقول لي في حال وجود توازي بين ضلعين في مثلثين سيؤدي هذا إلى وجود تناسب بين أضلاع المثلثين يلي هن هلا هون حاليا عندي بهي الحالتين A B C. تمام، مثلا هون و A N M. A B C هلا هو بهالمثلث، و A N M كمان هون نفس الشيء، المثلث الكبير A B C و M A M N. بكلا الحالتين في عندي تناسب بين الأضلاع. طيب، مين هن الأضلاع؟ قال أنا بحط ضلع المثلث الصغير على ضلع المثلث الكبير كلياته، يعني بقول AM على AB كلها. تمام، فبقول له AM على AB كلها تساوي شو؟ AN على AC كلها. AN على AC كلها تساوي آخر شي بنقول MN على BC كلها. MN على BC كلها. طيب، أيضا بهذا المثلث نفس الشيء، عندي أنا مثلثين فيهما مستقيمين متوازيين، فحسب حسب النسب الثلاث بقول AN. تمام، ما بقول هلا على NC كلها، لا، ضلع هذا المثلث الصغير على ضلع المثلث الكبير. بس شوفوا مو هلا انا والله بقول يلا هدول اخذتهم كل شيء على اليسار وقسمتوا على بعضهم، كل شيء على اليمين قسمتوا على بعضهم، بعملهم على نفس هذا المستقيم. شايفين هذا على هذا المستقيم كلياته بقول AN على AC، ما بقول AN على AB. هي الشغلة الثانية انه لازم نحن نحافظ على الترتيب. شفتوا انتم بالمثلث هون اول شيء بلشنا بالضلع الصغير على الضلع الكبير، والضلع الصغير على ضلع المثلث الصغير على ضلع المثلث الكبير، وضلع بعدين المثلث الصغير على ضلع المثلث الكبير. يعني بالترتيب بتحط اضلاع المثلث الصغير فوق بتبلش اول وحده حاطط ضلع المثلث الصغير على الكبير، فكلياتهم لازم يكونوا صغير على كبير، ضلع المثلث الصغير على ضلع المثلث الكبير. يعني هون بهالحاله شو حقول؟ انه ان هذا الضلع، تمام، على مين؟ على آسي ولا على آبي؟ على آسي، لازم يكون على نفس الخط المستقيم. تمام، مثل هون على نفس الخط المستقيم، الآم والآبي نفس الخط المستقيم. فآن على آسي كلها. وصدقوا هذا الغلط يعني أنا عم بذكره هو غلط شائع جدا. آن على آسي تساوي شو؟ آم على مين؟ على آبي. ولاحظوا ما قلت آبي على آم، بلشت من تحت بعدين لفوق، لاني خلص انا اول كسر بلشته الضلع الفوقاني على الضلع التحتاني. فهون كمان بقول الضلع الفوقاني تبع المثلث الفوقاني على ضلع المثلث التحتاني تساوي AM على شو؟ على AB. على AB تساوي هلا اخر شي BC على NM. اكتب ولا شو رأيكم؟ لا، لازم بلش مثل ما قلت لكم بالترتيب. NM يلي هو ضلع المثلث الفوقاني على ضلع المثلث التحتاني، NM على BC. تمام،
هدول اللي احنا لما يكون عندي مستقيمين متوازيين اذا رح نلاقي تناسب بين هالاضلاع. يعني هون في حال طلعت عندي النسبة 3/4، فهدول كلياتهم نسبتهم 3/4. خلص المثلثين متناسبين في اضلاعهما. تمام، متناسبين، ها انتبهوا، متناسبين في الاضلاع. اما بالنسبة للزوايا فالزوايا هي نفسها بتكون. تمام، يعني في حال هي 50 هي حتكون 50، إذا كانت هي 30 هي 30. تمام، وهذا الرأس المشترك أكيد يعني واحد بالمثلثين. هلا كل شيء طبعا بالتمارين رح يوضح أكتر. عندي أنا مستقيمين متوازيين عم يقول لي اف اي وجي اي. وين شايف أنا عندي أول شيء المثلث الكبير اي جي جي. طيب، وعندي اف اي، هذا المستقيم يوازي مين؟ جي جي. هاد وهاد. لما تشوف انت هيك حاطي لك بالمسألة سهمين، شو اتفقنا؟ معناتها انهما متوازيين. ولما مثلا يكون حاطط لك ضلعين، حاطط لك شخطة بشخطة هيك، معناتها قصده شو؟ قصده انه هدول متساويين. هدول الرموز الرياضية لازم نكون نحن عارفينها، لانه ممكن ما يذكر لي اياها بالكتابة، ممكن ما يقول لك انه متوازيين، بس بيرجيك انه هاد حاط لك سهم عليه وهذا حاط لك سهم عليه. طيب، معناتها هدول متوازيين. تمام. طيب، هلا عم يقول لي ما هما المثلثان اللذان اطوال اضلاعهما في حالة تناسب. طيب، شو بنقول له نحن في المثلث؟ في مثلث اي اف جي، شو بو؟ اي اف اي عفوا، اي اف اي، اي اف اي عفوا. شو المستقيم اف اي؟ المستقيم اف اي يوازي مين؟ يوازي جي جي في المثلث، في المثلث اي جي جي. تمام، فالمثلثين شو؟ في المثلثين في حالة تناسب. فحسب شو؟ حسب مبرهنة النسب الثلاث، المبرهنة النسب الثلاث، الأضلاع متناسبة، الأضلاع متناسبة بين المثلثين. ما في مكان، ما رح اكتب، كمل اكتب. طيب، السؤال الثاني عم يقول لي احسب كل من الطولين اف اي واي جي. هلا هو اول شيء شو عامل لي؟ قايل لي انه اي جي كلها شو شايفين انتو؟ طولها 5، واي اف طولها 2، وعندي الاي اي هون طولها شو؟ 3.6. بس مو عاطيني طول الاي جي كلها، وهو طالبها مني هلا حاليا، وعاطيني طول الجي جي، مو عاطيني طول الاف اي. هلا طالبها مني، فشلون بدي احسبها؟ بقول له حسب النسب الثلاث. شو عندي؟ عندي اي اف على اي جي كلها، اي جي كلها عفوا، اي اف على اي جي كلها تساوي اي اي على شو؟ شايفين الترتيب؟ عم بلش مثلث فوقاني على ضلع المثلث الكبير، اي اي على اي جي تساوي اف اي على مين؟ على جي جي جي. تمام، واحدة واحدة. هلا أول شي اي اف بعرف أنا أطوالها ولا ما بعرف؟ بعرف أطوالها، 2/5. تمام، اي اف 2 والاي جي كلها 5، على يساوي اي اي بعرفها كمان 3.6، أعطيني إياها من الرسمة، على مين؟ اي اي على اي جي كلها يلي ما بعرفها حاليا بكتبها مثل ما هي، تساوي اف اي يلي ما بعرفها على مين؟ على جي جي كلها يلي هي 6. أعطيني إياها، أعطيني طولها 6. طيب، هلا شو بدي ساوي؟ هلا بنزل وحدة وحدة. أنا بدي أول شي الإي جي. وين الإي جي؟ موجودة بهذا الكسر. بنزل هذا الكسر مثل ما هو. مو هن هدول الثلاثة متساويين؟ معناتها هدول الثلاثة متناسبين، هدول الثلاثة متناسبين. 3.6 على إي جي. هلا شو بنزل الكسر يلي بعرف أطواله كلياتها. هذا الكسر بعرف أطواله كلياتها، يساوي 2/5. يلا، معناتها شو تساوي؟ 2/5 يساوي 3.6 على اي جي. بنقول له اي جي تساوي هذا المجهول يساوي الرقمين اللي معروفين مقابل بعض ضرب الثالث، يساوي 3.6 ضرب 5/2. طيب، شو بساوي هلا أنا؟ إذا أنتم متعودين بالفيزياء شو كنا نحن نساوي؟ هي 3.6 شو هي؟ هي 36 ضرب 10 قوة ناقص 1 ضرب 5 على مين؟ على 2. هلا شو بساوي برد؟ 36 بقسمها على 2 قديش بتطلع؟ بتطلع 18. طيب، 18 ضرب 5 بتطلع
90. يعني تساوي هي 18 ضرب 5 تساوي 90 ضرب 10 قوة ناقص 1. طيب شو بساوي هلا؟ هلا الصفر بتروح مع 10 قوة ناقص 1، لأنه ليش هي 10 قوة ناقص 1 شو هي 1 على 10، ف90 على 10 9 بتطلع آخر شي. فالجواب إيجي تساوي 9. ما بعرف اذا انتوا عرفتوا، انتوا هلا كطريقه ان شاء الله تكونوا عرفتوها وتمام، بس انتوا مشكلتكم يمكن الاختصار. يا رجاء في حال انت عندك مشكله عيدها، واذا ما فهمتها ممكن تتواصل معي، انا جاهز ان شاء الله. هلا الطلب الثاني عم لي الاف اي. وين الاف اي؟ موجوده هون، اف اي على 6. كمان بنزل الكسر يلي انا بعرفه، مو هدول الثلاثه متساويين بيفيدوا، معناتها فيني نزل اي واي اثنين من بيناتهم واستفاد منهم. شو بيعطيني؟ بيعطيني انه الاف اي تساوي 6 ضرب 2 تساوي 6 ضرب 2 على 5. 6 ضرب 2 12 على 5 قديش بتطلع؟ بتطلع 2.4. تمام. 12 على 5 2.4. اف اي عفوا، اف اي تساوي 2.4. ويلي ما فهم كيف قسم 12 على 5 شو بتطلع؟ 12 ضرب 5 تقسيم بيطلع 2. 2 ضرب 5 10. 12 ناقص 10 قديش؟ 2. هلا 2 تقسيم 5 ما فيني اقسمها، شو بساوي؟ بحط فاصلة وبحط صفر. 20 تقسيم 5 4. تمام. وهلا بعد ما اخذنا نحن مبرهنة النسب الثلاث، هلا نحن ناخذ عكس النسب الثلاث او عكس مبرهنة الثالث. شو يعني كلمة عكس مبرهنة الثالث او النسب الثلاث؟ نفس قصة فيثاغورس. تتذكروا فيثاغورس لما كان يقول لي المثلث إذا كان المثلث قائم فيني أحسب أنا طول الوتر أو طول الضلع القائمة حسب مبرهنة فيثاغورس تربيع وما تربيع. بربع الوتر يساوي مربع ضلعين قائمين. بعدين شو قال لي؟ قال لي عكس فيثاغورس شو بيعطيني؟ بيعطيني أطوال الأضلاع وأنا بدي برهن إنه مثلث قائم. بمبرهنة فيثاغورس شو كانت؟ مبرهنة فيثاغورس إنه هو بيقول لك إنه المثلث هو قائم، يعني بيريحك دغري بيقول لك إنه هذا مثلث قائم، أنت بقى احسب أطوال الأضلاع. عكس فيثاغورس بيعطيك أطوال الأضلاع وبيقول لك أنت برهن إنه هو هذا المثلث قائم. هلا هون كمان بالنسب الثلاث نفس الشيء. بالنسب الثلاث بيقول لك المستقيمين متوازيين، أنت بقى احسب لي أطوال الأضلاع. أما عكس نسب الثلاث بيعطيك أطوال الأضلاع وأنت ساعتها شو بدك تعمل؟ أنت بدك تبرهن إنه المستقيمين متوازيين. طيب فعكس نسب عكس النسب الثلاث، مثل هون في عندي أنا هالحالة هي، عندي مستقيمين متقاطعين في A مشتركين في A، وعندي M نقطة من المستقيم AB وN نقطة من المستقيم AC. طيب وعندي كمان الحالة الثانية، هل في حال هون كمان عندي مستقيمين متقاطعين مشتركين في الرأس A. هلا عم يقول لي في حال لقيت تناسب انه ال AN، هيك هون في حال لقيت انه ال AN على ال AC تساوي ال AM على ال AB، فالمستقيمين مين؟ MN و BC متوازيان. منعيدها، في حال عندي كان تناسب بين هذا ال AM على ال AB والآن على آسي لقيتهم نفس النسبة، هدول لما قسمتوا على بعض طلع نص، ولما هدول قسمتوا على بعض مثلا طلع نص. فهون بقول له إنه المستقيمين ال MN وال BC متوازيان. كان MN و BC متوازيان. أيضا هون نفس الحالة، في حال لقيت والله ال AM على ال AB، ها شايفين نفس المستقيم أنا عم بمشي، مو بقول والله AM على AC، لا AM على AB بنفس المستقيم تساوي، مو انا بلشت فوق حبلش كمان من هون من فوق، AN على AC. اذا لقيت هدول نسبتين متساويتين معناتها المستقيمين MN و BC متوازيان. يعني هلا هون اذا بكمل الرسم انا، فالمستقيمين بيطلعوا هدول متوازيان، وايضا هون بيطلعوا هدول مستقيمين متوازيين. مبرهنة خاصة بعكس النسب الثلاث بتفيدني كتير يعني كتير بتجي بالمسائل، خاصة مسألة الدائرة، ما بعرف ليش بيجيبوها بنفس الوقت يعني. هي الخاصية. إذا كان ABC مثلث، تمام؟ ABC مثلث هذا الكبير، وكانت I منتصف مين؟ AB. الآي قاعدة هون بالمنتصف، حاطي لك هيك شخطة بشخطة. شو قصدهم فيها؟ يعني ال AI تساوي شو؟ ال IB. هدول هي القسم وهذا القسم متساويين، معناتها ال I قاعدة بالنص. و AJ و GC شو؟ AJ و GC شبهون قد بعض، كمان حاطي لك هيك شخطين. ما بيحطوا لك شخطة هون بشخطة هون، لأنه خلص لما يحط لك شخطة هون شخطة هون معناتها هي الضلع قد هي الضلع.
لو بيحط لك شخطة هون وشخطة هون كمان معناتها قصده هي قد هي قد هي قد هي. اما لحتى يميز لك اياهم بحط لك هون شخطين، مشان قصده انه هدول يلي فيهم شخطين قد بعض ويلي فيهم شخطة قد بعض. طيب نرجع. فاذا الجي كانت منتصف الاي سي والاي منتصف الاي بي، معناتها الاي جي شبهها القطعة المستقيمة بنسميها الواصلة، قطعة مستقيمة واصلة بين منتصفي ضلعين في مثلث توازي الضلع الثالثة. مين هن الضلعين هلا؟ الاي بي والاي سي. عندي الاي جي تصل بين نصف هي القطعة، هي الضلع ونصف هي الضلع، ليك واصلة بيناتهم. تمام. القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفي ضلعين في مثلث توازي الضلع الثالثة وتساوي نصفها. معناتها هي تساوي نصف هي. اتفقنا؟ اول شيء استفدنا منها انه هي بتوازي للبي سي، الاي جي توازي البي سي. ثانيا تساوي نصفها، يعني اذا هي 10 هي قديش حتكون هي 5. وكتير كتير يا شباب نحن بنستفاد منها وتأتي كتير هي المبرهنة، فلازم نكون حافظينها بإدراك، يعني تكون عندي أنا جاهزة، ما أقعد أنا أفكر فيها كتير بالامتحان. هلا التمارين طبعا رح توضح كل شيء. التمرين عم يقول لي اللي هو جاء بدورة عام 2023، يعني قبل سنتين هيك اجى السؤال عن مبرهنة النسب الثلاث او عكس النسب الثلاث. عم يقول لي ABC فيه مثلث ABC الكبير، مثلث الكبير مثلث فيه M و N نقطتان من AB و AC. تمام. بس هيك كمان عم يقول لي شو على الترتيب. طيب شو قصده فيها كلمة على الترتيب؟ يعني M مو أول نقطة مذكورة معناتها هي موجودة بأول قطعة مستقيمة مذكورة. لما يقولك على الترتيب معناتها الM محطوطة بأول ضلع، لأنه هي أول نقطة حط لك إياها، وN مو تاني نقطة ذكر لك إياها معناتها محطوطة بتاني قطعة مستقيمة ذكر لك إياها. تمام. في حال ما رسم لك الرسمة أنت لازم تعرف تقرأ كيف نص المسألة بتمعن. ونحن الحمد لله يعني كل ما تمرق ملاحظة إن شاء الله يعني بدنا نحاول نذكر لكم إياها. طيب يلا الآ بي شبه القطع الام في موجودة فيها، والآ سي موجودة فيها الام. تحقق على تحقق شو الأطوال الآتية. تمام. هي أعطيني الأطوال. شو عم يقول لي أول شيء عم يقول لي أثبت إنه المثلث A B C قائم في B. تمام. شو هلا هون ما أثبت لسه، ما طلب مني توازي، عم يقول لي بس إنه أثبت إنه قائم. وهلا من شوي ذكرناكم إياها كيف بدنا نثبت إنه قائم. حسب شو؟ حسب عكس مين؟ حسب عكس فيثاغورس. حسب عكس فيثاغورس. اعطيني اطوال الاضلاع وانا بدي برهن انه مثلث قائم. ما في عندي غير هالطريقه حاليا. يلا شو بدنا نقول؟ اول شيء نحن مين شايفين اطول ضلع؟ اطول ضلع شايفينها هي نحن. تمام. يعني نحن تقريبا حنتوقع انه هي الزاويه القائمه مبينه. فاول شيء بشوف انا مين هي اطول ضلع. هي قديش تساوي؟ اول شيء حاط لي اياها وقاسم لي اياها شقفتين، نحن بدنا نحاول نساويها طول واحد. فبدي اجمع ال AC شو كلها تساوي ال AN زائد ال NC، مو هيك سهلة؟ AN تساوي زائد NC قديش يعني؟ 21 على 8 زائد 19 على 8 قديش بتطلع؟ بتطلع 40 على 8. قديش 40 على 8 يعني 5. تمام. آخر شي بتطلع 40 على 8 21 زائد 19 40 على 8 بتطلع 5. ف AC 5. وال AB قديش تساوي؟ ال AB تساوي 2.1 زائد 1.9 قديش تطلع؟ كتير سهلة كمان أيضا 4. تمام. والبي سي تعطيني إياها 3. والبي سي عاطيني إياها 3. يلا شو بقول له؟ الضلع الكبيرة إذا كان تربيعة شو بقول له؟ AC مربع قديش يساوي؟ هل إذا طلع يساوي ال AB مربع زائد البي سي مربع معناته المثلث قائم. شو بعمل هيك؟ بحط إشارة يساوي فوقها إشارة استفهام. إذا الاي سي مربع طلعت تساوي تربيعها يساوي تربيع هدول الضلعين معناته الأمور معناته المثلث قائم. اي سي مربع شو هي 5 مربع. والثلاثة والاي بي مربع شو هي 4 مربع. والبي سي هي 3، فبي سي مربع 3 مربع. طيب هي قديش تساوي؟ تساوي 25. طيب هل تساوي هدول كلهم حاليا هل تساوي 4 مربع 16 3 مربع 9 يساوي 25. إذا المعادلة محققة. تمام. فالمثلث ABC قائم. تمام.
ومين هو الوتر؟ هو أطول ضلع طبعا. الوتر مثلث قائم فيه الوتر هو أطول ضلع. تمام، قائم ووتره شو؟ AC. وتره AC وقائم في B. وقائم في B. طيب هلا السؤال عم يقول لي اثبت انه MN توازي CB. هيك السؤال الدوري اللي اجى. اول شيء اثبت انه قائم، بعدين اثبت التوازي. والتوازي هون ما فيه شيء ابدا. شو حساوي هلا؟ قال حشوف انا اذا قسمت ال AM على ال AB بيطلع شيء قد ال AN على ال AC. واحدة واحدة بنشوف. بنقول له ال AB على عفوا ال AM على ال AB قديش تساوي؟ 2.1 على 1 على مين؟ كلياتها هي قديش؟ هي حسبناها نحن ال AB كلها على 4. تمام. وال A وال AN على ال AC كلياتها قديش تساوي؟ AN تساوي 21 على 8 على ال AC كلها قديش طلع طولها؟ طلع طولها كلها معنا 5. طيب هلا هون صار عندي كسر على عدد 5 مقامها 1، فبيطلع آخر شي بضرب بمقلوب الكسر التحتاني. 21 على 8 ضرب 5 على 1، عفوا 1 على 5. بطلع هذا لفوق وبطلع هذا لفوق، بضرب بمقلوبه بيطلع عندي 21 على مين؟ على 40. تمام. فعندي صار هلا هاد AN تساوي 21 على 40، والآئم على الآبي طلع عندي 2.1 على 4. إذا طلعت هي النسبة قد هي النسبة معناتها الكسرين متساويين. طيب يا أستاذ هون شايفهم بيشبهوا بعض، صح والله. هلا إذا ضربت هي ب10 وضربت هي ب10 بتأثر شيء الكسر؟ ما بتأثر، ما بتغير أستاذ. تعال أضرب لك مثال في حال أنت هيك صفنت شوي فيها. 3 على 4. تخيل لو أنا ضربت هي ب25 وهي ب25 شو حيصير؟ حيطلع عندي آخر شي الجواب 75 على 100. طيب 3 على 4 هي 3/4، وال75 على 100 هي 3/4. معناتها لما أضرب الكسر فوق وتحت بنفس الرقم ما بيتأثر، بتطلع قيمته نفسها. وهون نفس الشي، أنا بدي أتخلص من هالفاصلة فبضرب فوق ب10 وتحت ب10، شو بيطلع عندي؟ 21 على 40. إذا شو؟ هون اكتشفنا إنه الآئم على الآبي تساوي شو؟ تساوي AN على مين؟ تساوي الAN على هي ليش هون ما كتبت أنا؟ AN على الAC كلها تساوي AN على AC. تمام. تساوي قديش طلع؟ هذا 21 على 40 وهذا 21 على 40. فالمستقيمين مين هن؟ مستقيمين في المثلثين في المثلثين AMN والABC كله الMN و CB شبه أو BC متوازيان. تمام. هلا آخر طلب عم يقول لي احسب طول MN. شلون بدي احسب طول MN؟ طبعا هذا الطلب انا بتذكر ان انا اللي حطيته، اما هن اللي وارد كان السؤال الاول والسؤال الثاني. السؤال الثالث انا حطيته من عندي بس مشان نكون اخذنا الفكره الكامله. شوفوا شباب، نحن بالعكس النسب الثلاث يعني ما بدي 3 نسب انا لحتى برهن انه متوازيين. بكفي برهن انه هي نسبه وهي على هي نسبه وهذا الضلع على هذا الضلع متساويان، خلص معناتها مستقيمين متوازيان. مو لازم والله كمان برهن انه MN على BC كمان تساوي نسبة تبع هدول. خلص بكفي نسبتين لحتى اثبت التوازي. تمام. ولما يكونوا بقى اثبت انه متوازيان صار عندي 3 نسب برجع. بس عم اقول لكم يعني لما بدي برهن انه متوازيين خلص بكفي اني برهن وحده هاد على هاد يساوي هاد على هاد. تمام. يلا هلا احسب طول MN. مو نحن هلا حسب النسب الثلاث بما انه مستقيمين متوازيين حسب النسب الثلاث. هلا برهنته من شوي حسب النسب الثلاث. AM مثل ما قلنا على على AB تساوي، هلا برهنها هون على AN على AC تساوي، هلا هذا اللي ما كان مكتوب عنا MN على BC. MN على BC. طيب هلا AN على AC قديش اكتشفنا انه هي، وهذا اكتشفنا انه هدول قديش 21 على قديش على 40 تساوي الMN ما بعرفها والBC قديش بعرفها 3. فصفيت الامور سهله. بقول له MN تساوي 3 ضرب 4 تساوي 3 ضرب 21 عفوا على 40. فبيساوي 3 ضرب 21 بتطلع عندي 63 على 40.
يعني هون بس صفيت القصة إني بسط الكسر أكتر. فيني بسطه أكتر، فيني بسطه إذا قسمته على اسمه على مثلا على 2، بيطلع عندي هون تحت عفوا لا ما بيتقسم على 2. يعني شو بيطلع عندكم انتو تبسيط، فنحن مشان السرعة ما رح فكر فيها هلا. ويعطيكم العافية. خلصنا نحن مبرهنة النسب الثلاث. إن شاء الله الفيديو الثاني رح يكون تمارين أكثر على درسين، النسب الثلاث وعكس النسب الثلاث. يعطيكم العافية.